شلونكم يابا؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم جميعا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. رجعنا لكم بطبخة جديدة. اليوم راح نسوي المسخن الفلسطيني على أصوله، من مطبخي المتواضع مطبخ غرام من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأهلا وسهلا بكم جميعا وأطيب مسخن فلسطيني. وتعالوا وياي خلينا نشوف الطريقة، جدا سهلة وسريعة وبسيطة. راح نستخدم أول شي للطبخة بصل كيلو، يعني كل ما تكثرين بصل تطلع الطبخة كلش طيبة. تقطعي مكعبات أو تقطعي لانشات بكيفك، يعني تقطيع عادي لأن هو كله راح يذوب. مثل ما تشوفون هيك قطعته. خلصنا هنا التقطيع مالت البصل، لازم تكون كمية زينة. بعد ما غسلت الدجاج بالملح والليمون والطحين غسلة زينة، هنا راح نسوي تعريقة، يعني نعرق الدجاج حتى نروح من عنده الزفرة. أنا هاي طريقتي بالدجاج، أضيف هيل وأضيف فلفل أسود وماجي مال الدجاج كلش طيب، وأقلبه وحتى نطلع الزفرة من عنده. وهذا الفلفل الأسود. بعدها راح نضيف البصل نص الكمية والسماق، وأغطيه حتى التعريقة مالته تطلع كلش طيبة. راح نضيف سماق وورق غار، هذا ورق الغار، ونقلبه، يعني نحمسه مرة ثانية بالبصل ونغطيه. ذبل عندنا هنا البصل، وراح أطلع الدجاج بعد ما استوى نص استوى وأخليه بالفرن أحمره. نجي هسه بنات لزيت الزيتون. راح اخذ كوب زيت زيتون نخليه بمقلاة ونقلي البصل النص الثاني. احنا قسمنا البصل قسمين، قسم حمسنا بيه الدجاج وقسم راح نسوي وحده، وبعدين نضيف عليه هذاك اللي حمسنا ويا الدجاج حتى ينطي طعم. راح احمس هذا البصل بزيت الزيتون وهمينه اخليه له سماق. خلينا هنا السماق بعد ما ذبل البصل، وخلينا له همينه ماجي ينطي طعم كلش طيب. وراح اخلي هاي الحمسة اللي سويناها وبيها كل مونة الدجاج فوق البصل اللي قليناه. هذه الخطوة كلش مهمة، ونخلط المواد كليتها حتى يصير بيه شوية مرق مالت الدجاج اللي حمسناه أول مرة. جهز عندي البصل، وهنا اتحمر عندي الدجاج طلعته من الفرن. راح نستخدم الخبز العراقي، يعني هذا خبزته صغار، نغطها بهالشكل بالسوب مالت البصل وزيت الزيتون للشمون الريحة تخبل. تقدرين تستخدمين خبز اللبناني هم بينه ترهام أو الخبز العراقي. بهالشكل نغطها ونحط عليها هذه الحشوة اللي ريحتها تخبل، السماق والبصل وروايح زيت الزيتون. وأني حميت الفرن يعني مسبقا، هو أنا من حمرت الدجاج بعد حار، وراح أدخلهم أحمرهم أخليهم شوية يقرمشون تطلع كلش طيبة. وحدة وحدة لازم تتحمر، مو تحمريها جماعي. وهنا أنا هذا ورق الغار شلتها وراح ندخلهم الفرن. وبعد ما جهزوا وطلعتهم من الفرن راح نخليهم الخبز طبقات وحدة فوق الثانية، وآخر طبقة نخلي عليها الدجاج. تحبين تحطين لوز، فستق، يعني أي شيء، إرهام. هذا أنا كملتها، شوفوا سويتها طبقات بهالشكل. بعد ما حطينا الخبز طبقات بهالشكل وكثري من زيت الزيتون، نحط الدجاج اللي حمرناه على الوجه. بعد كل من واحد وتزيينه تحطين تردين معدنوس على الوجه، فستق، لوز، أي شي عندك يرهام. اليوم أنا قدمت لكم طبخة عربية، طبخة المسخن الفلسطيني. يا رب تعجبكم الطريقة. شير أو لايك إذا حبيتوا للفيديو فضلا وليس أمرا. أترككم بأمان الله وحفظه. مع السلامة.